مشاهدينا مشاهدي توب تي في، مرحبا بكم اليوم في الحلقه الاولى من برنامجكم كاين وكاين. اليوم غادي نهضروا على موضوع الزواج. موضوع الزواج موضوع مهم كيشغل الفكر والبال ديال اي شاب واي شابه عايشين في هذه الدنيا هذه. وحيت في المجتمع المغربي العقليه عندنا شويه مختلفه، كنلقاو بزاف ديال البنات ولا بزاف ديال الوالدين كيقلبوا في الراجل على عمر. ماشي عمر هذا، كنهضر لك على عمر وكنهضر لك على هذا عمر. اولا كنلقاو بزاف ديال البنات كيقلبوا على رجال بحال هادو، كتلقى شي رجال كيقلبوا على بنات بحال هادو، وهذا هو المشكل. حيت الاعجاب هو البدايه ديال اي علاقه. الا كان الاعجاب البدايه ديالو غلطه، العلاقه كلها غادي تكون غلطه. حيت الراي ديالكم كيهمنا، قلنا نخرجوا للشارع وناخذوا الاراء ديالكم في موضوع الزواج من خلال هاد الصور هذه. تفضل اسيدي هاني. مرحبا، الله يبارك فيك. غادي نعطيك واحد السؤال تفضل. عباره على 3 ديال الاختيارات. واش كتشوف بان المشكله فينا حنايا كاشخاص، ولا في الظروف، او في التصورات ديالو، في العقليه ديالنا حول هذا الموضوع هذا؟ كتهمني الثقافه ديالها، وانما تكون في الشرف ديالها. زوجه ولا لا؟ لا باقا. اولا العمل، تلقى العمل، وثانيا تكون عندك الدار باش تتزوج. وكتلقى ناس اللي عايشين في بيت واحد في مترو في مترو، ولكن عايشين بخير، كيبغي مراته ومراته كتبغي. هي صعيب باش انك تكون مرتاح في حياتك. كيوقع غير مشكل بسيط، ما كنقدروش نتصداو، ما كاينش واحد التحليل فكري ولا هذا، الور كيولي الحل الوحيد يا اما الغوات يا اما صداع، الور كيولي الانسان يضطر باش يحافظ على ديك الاسره ديالو، كيقول لك نكملوا بالصبر. في هذا الجيل دابا الفلوس هما اهم حاجه. تقدم بالاسره خصك فلوس، وليدات بغيتي تقراهم خصك فلوس. اذا حتى الوالدين ديال البنات كيقلبوا في الراجل على فلوسه، على اشنو عنده، اكثر ما كيقلبوا مثلا على الاخلاق ديالو، كيفاش داير داك السيد، واش متعقل الله، واش بعقلو، واش ماشي بعقلو، واش من الناس ولا متفق معاك. يقدر يكون عندك فلوس ولكن الاختيار ديالك ديك المراه ما يكونش مناسب. لي باغ ديال البنات كيمشيو ماشي على المظهر، كيمشيو على الفلوس. يعني اخر حاجه ولينا كنفكروا فيها هي الزواج. الانسان ولا كيفكر انه يبني حياته اولا. تزوجت كانت عندي 18 عام، من بعد 4 سنين وقعوا مشاكل، طلقت. كان في لاج ديال 20 يعني باقا ما حسيتش بانني نقدر نهز عائله ولا نقدر نربي اسره. الور اول حاجه خصني نكون ان شاء الله وقفت على رجلي وخدمتي. المجتمع ديالنا ما كيرحمش. الزواج، انا كندوي لك دابا على الزواج، اغلبيه كتلقى العلاقه باطله، كتلقى واحد كان مع وحده في غلط تزوج بها. هذا الجيل دابا اللي عشنا فيه صعيب بزاف. دابا كتلقى بعض المرات وحده عندها 17 عام، آية من الجمال، 17 عام. كيجي واحد عنده 70 عام ولا 80 عام وعنده الشركات وعنده لي زافير، ما كيجيش عند الدريه، كيجي ديريكت عنده. بالك الجانب ديال التفكير والوعي هو اهم حاجه لنجاح اي علاقه زوجيه. فوالا اول حاجه، حيت الا كنا مرتاحين مغالمون ونفسانيا يكون اكيد ان حتى حاجه ما غتمنعنا. كيف ما شفتوا الاراء ديالكم كانت مختلفه، ولكن القضيه راه سهله. كاينه واحد المعادله اللي هي بسيطه. الله خلق الراجل احسن من المراه بعقليته، بشخصيته، باسلوبه وبالصبر ديالو. والله خلق في نفس الوقت المراه احسن من الراجل بالعاطفه ديالها، بالاحساس ديالها والقدره ديالها على التواصل. الا قدرنا نكملوا بعضياتنا غادي نقدروا نخلقوا علاقه مزيانه. كنتمنوا انكم تكونوا سمعتونا وفهمتونا. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا في اليوتيوب، اولا ديروا لايك في الفيسبوك. كنشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، وما تنساوش الحلقات المقبله ديال البرنامج كاين وكاين، ومواضيع اخرى غادي نناقشوها معكم. شكرا لكم، تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم.